امتى الاستثمار العقاري اقدر اعمل منه استثمار عقاري تاني او استخدمه في استثمار جديد في شغلي؟ تقدر تعمل من استثمار عقاري واحد استثمار عقاري تاني في لحظات واضحة جدا، وده بيحصل لما الاستثمار الاول يبدأ يشتغل ويولد لك قيمة او دخل تقدر تعيد استثماره. والكلام ده هقوله لك امتى بيحصل بالظبط. اول حاجة لما سعر الوحدة يعلى جدا وتقدر تبيع بفايدة كبيرة. لو اشتريت مثلا ب 2 مليون وبعد كام سنة بقت ب 3 أو 3.5 مليون، الزيادة دي لوحدها تكفي إنك تقدر تدخل بيها في وحدة جديدة. ده اسمه استثمار أو ريسايكلينج كابيتال، إعادة تدوير رأس المال. اتنين، لما تخلص الأقساط ويبقى عندك أصل صافي. أول ما تسدد الوحدة بالكامل بيبقى عندك أصل نظيف تقدر ترهنه أو تاخد تمويل عقاري أو تبيع وتشتري اتنين سوق أصغر أو تستخدم قيمته كدفعة لشراء جديد. تالت حاجة، والنقطة دي مهمة جدا، لما الإيجار يغطي مصاريفك ويبقى فيه فائض. لو الوحدة بتتأجر كويس والدخل الشهري أصبح ثابت وبيفضل منه جزء، الفائض ده تقدر تبدأ بيه قسط من اول وجديد. رابع حاجه، لما المنطقه اللي انت استثمرت فيها تضرب وتبقى هوت سبوت، ساعتها العقار الاول بيكون كنز تقدر تبيعه بسعر عالي او تستغل الطلب وتشتري وحده تانية في نفس المنطقه قبل ما تزيد اكتر. خامس حاجه، لما يبقى عندك خبره في السوق. اول استثمار ليك بعد ما بيخلص تعرف مين المطورين، الداون بيمنت المناسبه، طرق التقسيط، افضل المناطق. الخبره دي لوحدها توفر عليك غلطات كتير وتخليك توسع اكتر. ولما يبقى عندك كاش فلو ثابت من وحده واحده، اول ما الايجار يبقى مصدر دخل ثابت، ده معناه ان عندك محرك يقدر يساعدك. وسابع حاجه او اخر حاجه، لما تعمل ابجريد تبيع وحده كبيره وتشتري بدلها 2 أو 3 وحدات صغيره. الكتير الصغير اوقات بيكسب اكتر من وحده كبيره. ما تنسيش تعملوا فولو او سبسكرايب عشان تتابع كل جديد في السوق العقاري.